بصوا يا جماعه، احنا موجودين النهارده في اقدم استاد موجود في افريقيا. حرفيا الاستاد ده اول استاد تم بناؤه في افريقيا. طبعا في ملاعب تم بنائها قبل كده، لكن كاستاد بالمعنى المفهوم، مدرجات ويعني قياسات معتمده للالعاب الاولمبيه وغيره. احنا موجودين حاليا في اول استاد فعلا تم انشاؤه في افريقيا. تم بدء الانشاءات هنا في الاستاد في سنه 1924، يعني من حوالي اكثر من 100 سنه. تم افتتاحه رسميا في شهر نوفمبر سنة 1929. الاستاد ده شغال وبيستقبل الألعاب من 100 سنة. تم إنشاء الاستاد بالجهود الذاتية وتبرعات طبعا، يعني وقتها الامراء وتبرعات من اكتر من حد، يعني سواء من الجاليات المختلفه. الفلوس برضو ما كملتش، فتم عمل يا نصيب علشان يكون في مساهمه شعبيه في بناء الاستاد ده. الاستاد ده تم تكلفته وتكلفه انشائه 132,000 سنه 1924. رقم كبير جدا، رقم كبير جدا، لانه ما كانش استاد عادي، كان بيتم انشاء استاد يعني زي ما بنقول بطراز اوروبي. على فكره صاحب فكره انشاء الاستاد بلوناكي ده مواطن يوناني اصلا، وتم انشاؤه بتصميم من مهندس روسي، والشركه اللي قامت على انشائه هي شركه ايطاليه. فلكم ان تتخيلوا الميكس ده طلع لنا التحفه المعماريه اللي احنا موجودين فيها حاليا. بعد كده تم اضافه اكتر من حاجه على الاستاد، يعني مثلا موضوع الاناره ما كانتش موجوده، المدرجات ما كانتش موجوده، بعد كده تم اضافتها في وقت بقى لاحق. الاضاءه كمان كونها انها بدات تضيء سماء الاستاد، بقى اول استاد يتم اضاءته في افريقيا كلها. تابعونا علشان دايما تعرفوا كل جديد، وتابعوا معانا كل جميل وجديد والحاجات المستخبيه في اسكندريه. اخوكم مراد محمود.